انا جاي النهارده اقول لك على سر لو عرفته هتبقى ولي من اولياء الله الصالحين، بس ولي بجد مش ولي من اياهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي، اهلا بكم. هتقول لي يا امير انت بتقول لي السر ده ليه؟ طب ما تخليه لنفسك. اقول لك والله اعمل ايه في قلب اللي بيحبك اللي مش راضي يسيبك من غير ما تعرف السر. والسر في الحديث القدسي اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبر فيه ان الله عز وجل قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. يعني اللي قال لنا السر ده هو الله عز وجل. تقول لي طب ازاي قاله لنا وبقى سر؟ ما المفروض كلنا نعمله. قول لنفسك يا حبيبي. يعني المفروض كلنا بعد ما سمعنا الحديث ده نشوف ايه اللي ربنا قاله عشان نبقى الولي اللي ربنا بيحبه، واللي من صفاته انه هيشوف بتوفيق الله، ويسمع بتوفيق الله، ويمشي بتوفيق الله، ويبطش بتوفيق الله، دعاءه مستجاب، اللي خايف منه ربنا يعيذ منه. ده ربنا سبحانه وتعالى أعلمنا أنه يكره عز وجل أنه يقبض روحه لأن العبد لا يحب ذلك. شوف مكانتك عند ربنا فين، حاجة أنت مش حاببها ربنا يكرهها. والسر في الحديث في الكلمة دي بالذات: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يبقى رقم واحد الفرائض. وظني انه مفيش مسلم يا فندم ما بيعملش فرايضه. ما بتعملش الفرايض يبقى الفيديو ده احنا لسه عايزين شغل قبله كتير، ومحتاج تتابعني كويس قوي عشان تعرف تعمل ايه. فمفيش مسلم ما بيصليش، ما بيصومش، ما بيزكيش، ما بيجتهدش في طاعة الله عز وجل، ما بيجتهدش في انه يقاوم الذنب والمعصية. ده كده ألف به مسلم يا اخواتي. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يدينا بقى السر اهو جاي: وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. يبقى اللي بيتقرب بالنوافل بعد ما بيبقى بيعمل الفروض ربنا سبحانه وتعالى يحبه، يبقى ولي من أولياء الله الصالحين. فتعالوا نتعرف مع بعض على بعض النوافل اللي لو عملناها كل يوم وحافظنا عليها بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنا ويحبنا، ونبقى من أوليائه فيحفظنا ويدينا كل الهدايا اللي قلناها دي. وتعالوا نبدأ مع بعض برقم واحد: نوافل الصلاة. أول حاجة من نوافل الصلاة اللي لازم نحافظ عليها هي السنن الراتبة للفروض. ويعني ايه سنة راتبة؟ يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصليها مع الفرض وكان لا يتركها. طب ودي ليها اجر يا عم امير؟ والله العظيم دي ليها اجر عظيم. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. يعني بكل بساطة حضرتك تحافظ على ال 12 ركعة اللي هقولهم لك دلوقتي كل يوم، ربنا سبحانه وتعالى يبني ليك بيهم كل يوم بيت في الجنة. ده انا لو قلت لك يبني لك بيهم شقة 60 متر في التجمع مش هتبطلهم، فما بالك قصر الجنة كل يوم، طوبة من ذهب وطوبة من فضة، واللي ما بينهم يمسكهم في بعض المسك. دلع ما بعده دلع، وجمال ما بعده جمال، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ايه بقى سنن الصلاة؟ تعال اقولهم لك: ركعتين قبل صلاة الفجر، 4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر. العصر ملوش سنة راتبة. المغرب 2 بعد، والعشاء 2 بعد. فلو حسبناهم يطلعوا 12 ركعة نحافظ عليهم، ناخد كل يوم بيت في الجنة بإذن الله. تاني حاجة من نوافل الصلاة نحافظ عليها هي صلاة الضحى. ايه صلاة الضحى دي يا بير؟ ده جبتها منين دي؟ هي صلاة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وميعادها بعد شروق الشمس بربع ساعة لغاية قبل صلاة الظهر أو أذان الظهر بربع ساعة. تتصلى ازاي؟ أقل حاجة ركعتين. طيب أنا عايز أكتر من كده، يبقى ينفع 4 وينفع 6، ومن العلماء من قال إنه أقصاها 8 ركعات زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل: ركعتين وأسلم، ركعتين وأسلم، ركعتين وأسلم، ركعتين وأسلم. شايفك وسمعك وعجنك وخبزك وفهمك، احنا بقالنا كتير مع بعض، انت عايز تعرف وأجرها ايه دي؟ قال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا انه على كل مفصل في جسمنا عندنا صدقه المفروض نطلعها كل يوم. ايه ده يعني اطلع ازاي كل الصدقات دي؟ ده انا في جسمي مفاصل كتير، يا نهار ابيض الاقيهم منين دول؟ تلاقي النبي يقول لك ركعتين من الضحى هم دول الصدقه يا سيدي. بس كده؟ لا، اسمع ربنا سبحانه وتعالى ويقول في الحديث القدسي: ابن ادم اركع لي من اول النهار 4 ركعات اكفك اخره. يعني اللي يصلي 4 ركعات ضحى ربنا سبحانه وتعالى يحفظه طول النهار من كل شيء بيخاف منه وبيزعل منه وبيتضايق منه وبيتخنق منه. شوف الجمال والحلاوة. ده غير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب وهي صلاة الأوابين. يعني صلاة الضحى دي صلاة الناس اللي بتحب ربنا وبتتوب لربنا وبترجع لربنا. يبقى نحافظ على صلاة الضحى. ايه كمان من نوافل الصلاة؟ من نوافل الصلاة قيام الليل. وانا كنت عامل فيديو كامل عن قيام الليل، هسيبه لكم في اول تعليق على الفيسبوك وعلى الانستجرام، وهسيبه لكم كمان في صندوق الوصف على اليوتيوب. وقيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: افضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. يعني بعد الفريضة على طول احسن صلاة قيام الليل. طب ويتصلى ازاي قيام الليل؟ اقل عدد ركعات لقيام الليل هي ركعه واحده اسمها ركعه الوتر، ودي اللي هنتكلم عليها في النقطه اللي جايه. طب انا عايز ازود عن كده يا امير، اصلي قد ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعه، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، وهكذا لغايه ما يوصل في الاخر للركعه الاخيره اللي هي الوتر، وبكده يبقى صلى 11 ركعه. طب انا عايز اصلي الوتر بس، ينفع؟ ينفع. عايز اصلي ركعتين ومعاهم الوتر، ينفع؟ ينفع. طب دول غير سنه العشاء؟ ايوه، يبقى سنه العشاء ركعتين وبعد كده اصلي قيام الليل ما شئت. بس انت قلت لي يا امير انها افضل صلاه بعد الفريضه، لكن دي يعني ملهاش اجر ولا حاجه. قلت لك شوف الفيديو، لكن هقول لك اجر بسيط من اجورها يا سيدي. قال صلى الله عليه وسلم: ان في الجنه غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام اعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن اطاب الكلام واطعم الطعام وادام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. تصلي بالليل تبقى من اهل الغرف، وهي من اعلى درجات الجنه باذن الله. واخر حاجه هكلمكم عليها النهارده من نوافل الصلاه هي صلاه الوتر، وهي من قيام الليل، ولكن حبينا نقولها لوحدها لان النبي صلى الله عليه وسلم خصها بحديث، وحديث في غايه الجمال. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله وتر يحب الوتر فاوتروا يا اهل القران. يعني ربنا سبحانه وتعالى عز وجل الواحد الأحد يحب صلاة الوتر دي، يحبها. فلو هتكسل عن قيام الليل اوعى تفوت الوتر. وبرضه في فيديو كنا عملناه عن الوتر هسيبه لكم في التعليقات وهسيبه لكم في صندوق الوصف على اليوتيوب. وبكده هنبقى اتكلمنا عن بعض نوافل الصلاة. تعالوا بقى نخش في نوافل الصيام. ايه يا امير كل ده؟ انت عايزنا نعمل كل العبادات دي؟ انت عايز تبقى ولي ولا مش عايز؟ عايز يبقى تشتغل، واللي يشتغل يبقى ولي، والولي هدايا ما تنتهيش وتوفيق من ربنا ورضا في الدنيا وجنات النعيم في الآخرة. أول حاجة في نوافل الصيام عندنا نوافل أسبوعية ونوافل شهرية. والنوافل الأسبوعية هم صيام الاثنين والخميس. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، ولما سئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فلو تقدر تصوم الاثنين بس ماشي، تقدر تصوم الخميس بس ماشي، أقدر أصوم الاثنين والخميس ماشي، وفي كل خير. وكل ما تزود كل ما تزيد في الولاية والقرب من الله. طب ايه بقى نوافل الصيام الشهرية؟ عندنا في كل شهر عربي 3 ايام، 13 و14 و15 من الشهر العربي، من رجب، من شعبان، من شوال، من ذي القعدة، من ذي الحجة، مش من ديسمبر واكتوبر ونوفمبر. روي عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه: اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 ايام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. حد خد باله من حاجة؟ ال3 حاجات: صيام 3 أيام، الضحى والوتر. النبي كان بيدله ازاي يبقى والي، وقال صلى الله عليه وسلم عشان يحدد لنا ال3 أيام دول يبقوا أنهي 3 أيام من الشهر: إذا صمت شيئا من الشهر فصم 13 و14 و15، اللي هم 13 و14 و15 من الشهور العربية. كده خلصنا نوافل الصيام الأسبوعية والشهرية. تعالوا بقى نتكلم عن نوافل الصيام السنوية، ودي مشهورة وتقريبا كل الناس بتصومها. لو ما كنتش منهم صومهم، عايز تبقى والي خليك فاكر. عندنا صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء. وصيام عرفة بيكفر سنة قبله وسنة بعده، وصيام يوم عاشوراء بيكفر السنة اللي قبله. وقال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء
احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبل. والله هدايا ما بعدها هدايا، واللي يسيبها يبقى بيفرط في خير كتير. ومن نوافل الصيام السنوية صيام 6 من شوال بعد ما بنصوم رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال دول كأننا صومنا السنة كلها خلاص. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. يعني بعد ما نخلص رمضان ونصوم 6 من شوال يبقى كأننا صمنا السنة كلها. وبكده نبقى تعرفنا على نوافل الصيام. ايه ده، هو فاضل نوافل تانية؟ خلاص اخر حاجة نوافل الصدقات. معروف انه الفرض في الصدقة هو الزكاة، وما دون الزكاة فهو نافلة. فيبقى الصدقات اللي احنا بنطلعها طول السنة للمساكين والمحتاجين والفقراء هي من النوافل. ولكن واجب علي اقول لكم يا جماعه خدوا بالكم لما تختار حاجه تتصدق بيها، تتصدق بعينيه. مثلا عايز والله تتصدق بهدوم، تتصدق بعفش، تتصدق بحاجات عندك في البيت، يا جماعه اختاروا حاجه يبقى لسه فيها الاستخدام شويه، والاصح والافضل انها تبقى حاجه جديده كويسه جميله الناس تسعد بيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصدق احد بصدقه من طيب ولا يقبل الله الا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. يعني الحاجة اللي انت بتتصدق بيها بتقع في يد الله عز وجل، فاختار أحسن حاجة عندك. انت عايز تبقى والي. سيدنا أبو الدحداح لما كان قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فوقف سيدنا أبو الدحداح رضي الله عنه وارضاه قال: الله يستقرضني، ربنا بيقول لي أنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فاكرين لما كنا بنتكلم في التعلق بالقرآن وقلنا كأن القرآن بيكلمك انت؟ شوفوا أبو الدحداح قام وتصدق بجنينة حديقة فيها 600 نخلة. ليه؟ فهم اللي فيه عايز يبقى ولي. فلو حافظنا على الفروض وما فوتناهاش واجتهدنا في النوافل، نوافل الصلاة والصيام والصدقات، ربنا سبحانه وتعالى يحبنا ونبقى من أولياء الله اللي ربنا سبحانه وتعالى بيدافع عنهم، اللي بيشوفوا وبيسمعوا وبيتحركوا وبيبطشوا بتوفيق الله عز وجل، اللي دعاهم مستجاب، اللي كل اللي بيخافوا منه ربنا بيحميهم منه، ولك أن تتخيل جزاءهم في الآخرة والنعيم اللي هيبقوا فيه. فاللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين. تمام. والى هنا ايها الاحباب ينتهي الفيديو بتاعنا النهارده. قبل ما تمشي بقى، لايك الفيديو، لايك صفحه الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، فولو على الانستجرام، شير في الخير والدال على خير كفاعله. ومش محتاج اوصيك بقى، عندنا فيديو كل يوم 3 وكل يوم جمعه الساعه 7 تستناه، وتابع هاشتاج الساعه 7 تلاقي كل الفيديوهات. انا بحبكم في الله، وكان معكم امير منير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.